الإنسان يقول هيك في تلك المرحلة. اليوم وجهت الدولة موضوع قضايا لأسباب جهوية، لأسباب الله أعلم، ولكن الموضوع أهم موضوع لا يزال هاجس وحلم لكل الجنوبيين في تونس. نحن ندفع اليوم ونحن نشجع وكحركة الشعب نحن ندعم كل تحرك سلمي جماهيري شعبي في زرزيس من أجل فتح خط بحر. والأخوة مشكورين في الداخل عملوا وقفات في هذا الإطار. واليوم المشروع قضايا ولا ملح جدا، لأنه الجنوب الشرقي فيه أكبر نسبة للمهاجرين في فرنسا، وهم المهاجرين عندهم فيهم من يصبحوا رجال أعمال وقادرين أنهم يساهموا في تحريك الحركة الاقتصادية إذا ما فتح الميناء ويبدأ تجاري، ومش مستحيل على تونس، وعندنا إن شاء الله تتحسن الظروف في ليبيا ويمكن يكون عندنا مستقبل زاهر الميناء. قضايا من المسائل مثلا من النقاط اللي حركة الشعب تذكر بها في كل والاخ مراد او يحكي عليه الموضوع هذا في كل اجتماعاتها في التنميه الجهويه داخل مدينه زرزيس وولايه الدين بصفه عامه. هناك نقاط البرميل تاع البرد ما عندوش مشكل. البرد اتضح انه خرجت له ناس معناها مختصين واتضح انه ما عندوش مشكل. المشكله انه الخط البحري هذايا خط دولي لازم تشرف عليه الدوله، لازم الدوله هي تاخذ المبادره وهي اللي تفتح وهي اللي الاخوه في جمعيات واللي دعمتهم في مرحله معينه كانوا يراوا انهم بجمعيه وباسم جمعيه يستطيعوا ان يفتحوا خط بحري. هو مش صحيح لانه خط دولي، لانه يلزمه رخصه دوليه، يلزمه تامين دولي، يلزمه اوتوريزاسيون تاع من وكاله دوليه. هذا يقولها كل نحن ما نعرفوش، راهو سالني عليها ولكن الموضوع هو مشروع في حد ذاته، مشروع هام ويهم الجاليه كما يهم منطقه الجنوب الكل، لانه يدور العمليه الاقتصاديه. اليوم بكر واحد من الاخوه تحدث على راس المال الوطني الموجود في المنشط، وهذه نقطه والله راهي خاصه نحن تو دخلنا رانا احنا نزلنا الجيل الثاني، وهذا في الجيل الثالث ان شاء الله نكبروا فيه. هذه يلزمها تكون النقطة نحاولوا أنه نراجعها في ثقافة اقتصادية أو ثقافة استثمار محلية تقع على مستوى وطني، في بعض صناديق استثمار للمهاجرين بالخارج، في بعض مشاريع مشتركة، في إنشاء شركات من رجال الأعمال، من الناس اللي توفر في الفلوس وتحب تحول وتحب تعاون البلاد، تحاول العملية كلها صحيحة. نحن في اطار دراسه قاموا بها الخيام في تونس اتضح انه اموال تضخ يوميا الى مناطق بعينها في الجمهوريه، ولكن تذهب في هباء منثور ما يستفاد بها حتى. اما واحد يمشي يعمل بها معناها كلها رخام وفيروس، ولا تمشي المهم هذا كل الناس كلها احرار في كيفاش تشيد بيوتها وكيفاش تشيد واحد، ولكن بعد نحكوا على مستوى عام انه قادرين في شيء من التنسيق والمصداقيه، والناس انها تتحاول ان نثقفوا بعضنا شويه في المجال الاستثماري والاقتصادي، قادرين ان ندعموا البلاد وندعموا الاقتصاد الوطني، لان نحن عندنا جزء من الدعم، ولكن نجم يضاعف الجزء في اطار بركه لو كان نجموا ننظموا المداخيل الماليه اللي تهبط تونس. وحتى ساعات الناس تهز في اشياء اللي هي تصنع في تونس، هذه راهو مش باش نقول كل شيء يعجب، راهو ساعات باش نقول حاجات ما تعجبش. ثم حاجات تتشرى من فرنسا وتهبط لتونس يصنعوا فيها في تونس، وعندنا معامل قادره انها تصنعها وعندنا قادره انها تصنعها، وبالتالي نجموا نوفروا العمله الصعبه للبلاد
ونجموا نوفروا مواطن شغل للمواطنين. هذه حركة الشعب أخذت على عاتقها مسار أو مسيرة كاملة ماهيش مربوطة كما بديت حديثي بكري بالانتخابات، مربوطة بمشروع وطني مستقبلي في إطار توعوي شعبي، في إطار أن التواصل يجب أن يكون دائما، أبوابنا مفتوحة، أرقامنا موجودة، مستعدين أن نساعدوا الناس الكل، مستعدين أن نعطوا استشارات في الناس الكل، مستعدين اللي قادرين عليه نلبوه لجاليتنا في إطار هذا المشروع وانطلاقا من منظمة حركة الشعب. حركة الشعب تحب تبقى هي لها مصداقية مع المواطن التونسي أينما كان، إن كان في الداخل أو في الخارج. في الانتخابات اللي فاتت الناس هبطت ببرامج خياليه على مستوى البرامج الانتخابيه، نحن كنا صادقين مع شعبنا، نحن قلنا راهو هذه حكايه الركوب بلاش والدواء بلاش والواحد بلاش هذه راه ماهناش، راهو ما ثماش، راهو الدوله مع في المرحله هذه راه الدوله ماهيش قادره انها تلبي الوظائف هذه كل الناس عملت وتحدث بميناتها. نحن قلنا يا سيدي راي الوظيفه راهو امكانيات الدوله والقطاع العام لا يحتمل اكثر من 25,000 موظف يدخل القطاع العام، الناس عملت 65 عام ولا 65,000 موطن شغل في القطاع العام، ولا تو القطاع العام قاعد يترنح معناها ومهدد بالافلاس لانه قاع تضخم في الاجور. هذه كلها ناتجه على المصداقيه، راهو منين نحن ما عندنا حتى عداوه مع اي حزب، ونحن مفتوحين مع الناس الكل وحوارنا موجود مع الناس الكل، ولكن ماذا بينا زاد شعبنا يحاول انه يقيم المرحله اللي فاتت، يحاول انه يقيم هالثلاث سنوات اللي فاتوا، يحاول انه يشوف شنو اللي وقع، شنو اللي تحسن، الغلط وين، اسكي الناس اللي التزمت ونجحت في الانتخابات اللي فاتت والتزمت بمشاريع هل انجزت منها شيء ما او لم تنجز منها حتى شيء. ونحب نذكر زاد بانه الموضوع ان 2010 لو ما كانوش النهضه تحكم وما كانش التوري تحكم. في 2010 كان نظام استبدادي ونظام ديكتاتوري كان يحكم في تونس. معناها توا اذا كان نحن باش ندفعوا الكل ونحطوا الكل الاخطاء السنوات والحقبه هذه كلها على شماعه فشل النهضه او على شماعه الترويكا وفشل الترويكا او على شماعه الكل راهي غلطه، ونرجعوا مباشره الى ما كنا عليه قبل 2010. راهو هذايا اختيار ياسر، وهذايا اللي ثم قوى بدات تدعم فيه وتخدم عليه، ثم اموال بدات تخرج توا في اطار هذا المسار اللي نحكي عليه. المهم نحن ما نحبوش ندخلوا في حديث او صراع مع اي حد كان، ولكن ما يهمنا نحن ما نعاونوش لا على الاموال الخارجيه ولا نعاونوا على اموال التجمع، نحن نعاونوا على جماهير شعبنا، على ثقه شعبنا وعلى مصداقيتنا مع شعبنا، ودائما مفتوحين ودائما في تواصل تام مع جماهيرنا ومع جماهير شعبنا. مناضلي حركه الشعب نحب نتحدث على نقطتين. النقطة الأولى اللي هي برج زرزيز، اللي معناها حركة الشعب تعتبر أن برج زرزيز هو بوابة التنمية في منطقة الجنوب الشرقي ككل. يعني أن هذه المحطة البحرية هي النقطة التي يمكن أن نبني عليها تنمية جديدة في منطقة الجنوب الشرقي. لكن مع الأسف الشديد، وأني بالناس اللي أسست وأنشط في مبادرة ما زالت هي مبادرة اسمها زرزيس الحبيبة، اللي قائمة الآن بعملية اعتصام أمام معتمدية زرزيس من أجل مطالبة الدولة التونسية. نحن لسنا
هذه المبادرة تقول أنها ليست ضد أي طرف سياسي، هي مبادرة في اتجاه الدولة التونسية. الدولة التونسية مهما كان من يحكم الدولة التونسية لمطالبته بتنمية عادلة في الجنوب الشرقي. قلت أن زرزيس الحبيبة الآن تقوم باعتصام بعد أن ألغي المشروع السابق، وهو مشروع غاز الجنوب الذي كان من المقرر أن يحول إلى ميناء جرجيس، فوقع تراجع عنه وأرجع المشروع إلى منطقة كابس. نحن لسنا ضد كابس ولسنا ضد منطقة الصخيرة أو المناطق الأخرى، نحن نريد أن نصنع معادلة عادلة في المنطقة. يا أخويا كما المناطق هذه فيها مشاريع صناعية خلقت مواطن شغل، ماذا بينا في منطقة الجنوب الشرقي تتكون أقطاب صناعية جديدة تبنى حولها تنمية عادلة حتى لا نصبح نشعر كما كان يتحدث الأخ بكري، كان يتحدث عن الحجرة موجودة، وهذا مع الأسف الشديد تشعر به المواطن في العديد من المناطق الداخلية، تشعر به. وعدت انتفاضة، والانتفاضة افتكت منها أو الثورة وافتكت، أقول افتكت أو أجهضت أو بالمال السياسي بالتدخل الأجنبي. هكا علاش حركة الشعب تتحدث عن استقلالية القرار الوطني. استقلالية القرار الوطني معناها حق المواطن في كل الجهات في التنمية، حق المواطن في كل الجهات. تكون طويلة يعني عندها صبغة عملية في إطار اللي كان يحكي فيه أخ في الحالة الوطني المكتب السياسي في إعداد المشروع الوطني الشعبي لحركة الشعب. فيه هو الجانب نتاع المهجر، يعني ونحن في حركة الشعب في فرنسا متكفلين الآن بصياغة الأفكار ومقترحات وبرامج حركة الشعب فيما يخص المهجر. في هذا الإطار أنشأنا ورشات، يعني كل ورشة تعنى بمواضيع معينة. هما كذا ورشات رئيسية. فما ورشة تعليم تخص كل ما هو تعليم لغة عربية وأنشطة ثقافية لأولادنا اللي في فرنسا. ورشة ثانية ورشة تعنى بكل ما هو اقتصادي واستثمار وكل ما هو جانب المالية. والورشة الثالثة هي ورشة الوصول الاجتماعية، تخص كل ما هو معاملات قنصلية، كل ما هو كان يحكوا على السفر في العطل، كل ما هو تأطير اجتماعي أو عمل جمعياتي، ويهم زاد المجلس الأعلى للهجرة. أنا باعتباري عضو في الورشة الاقتصادية، يعني مش مطول عليكم ياسر، يعني اخترت من جملة المقترحات 3 مقترحات، ومرحبا بكم إذا فما أي إضافات أخرى. في الورشة الاقتصادية فما جانب أول يهم ياسر المواطنين بالخارج، هو بعثان الفلوس لتونس. يعني صبغة حاجة شفناها عند خاصة عند التوانسة أكثر من المغاربة وممكن حتى الأخوة الجزائرية، يعني كل ما هو ادخار لهم يهزوه لتونس. هذه حاجة باهية اللي فيها أثر كبير على الاقتصاد التونسي، والمهاجرين يبعثوا بمعدل يعني حتى من عهد بن علي، يعني بمعدل مليار أورو في العام. وصلت نسبة التحويلات المهاجرين توانسة في فرنسا لتونس عام 2012 ما يعادل 15% من الميزانية، يعني 15% حاجة هايلة، ممكن تنافسوا حتى المساهمة في الناتج القومي بتاع السياحة، يعني حاجة كبيرة. لكن هذا ديكلاري، يعني كي تشوفوا انت القيمة تشوفوا مليار أورو حاجة كبيرة ياسر، لكن فبالك اللي هذا الديكلاري يتعدى عن طريق البنك، باقي الاخر نعرفوا بعضنا كله يتعدى اسباس. علاش تكون ماشي حرام مش يتعدي على الدوره الاقتصاديه نتاع البلاد، ويمشي غادي يوصل غادي في البلاد ويتبدل في نوار ويتصرف في نوار ومش في ديكلاري، يعني كان كميه كامله مش داخله في الاقتصاد. علاش خاطر الحاجه الاولى هي الفري بونكير برشا. الفري بونكير نتاع التحويلات من تونس هي من اعلى في المنطقه. علاش؟ مثال
حاجه اخرى هي التو تشونج، ما يساعدش يقول لك يا اخي بدل في النوار. من مقترحاتنا يعني في اللجنه الاقتصاديه ان المهاجرين اللي برا نعملوا لهم تو بريفيرونسيال، خاصه التحويلات الكبيره. فما ناس انعم عليهم ربي يعني عندهم امكانيات ويحاولوا كميات كبيره مع نتاع فلوس بالعام يلموهم مع بعضهم، يعني لي جرو كليون يسموهم. لما لا نعملوا لهم يعني تو بريفيرونسيال، وهذه مش بدعه، راهو مثلا المغرب فقط بها وتعمل بالطريقه هذه. هذه بالنسبه لتحويل الاموال. يعني حاجه ثانيه في نفس الموضوع، يعني البنوك، يعني كي تشوفوا انتم تجاري بنك ولا اليو بي حلوا فروع في فرنسا، كي تمشي غادي تشوف التو تشونج تولي ما تمشي لهمش اصلا. يعني بما ان البنوك التونسيه حلت فروع في فرنسا، لما لا تعطي حتى تو تشونج بريفرنسيال للتوانسه اللي يبعثوا كميات كبيره من الفلوس. الحاجه الثانيه هي التوانسه اللي يحبوا يبعثوا مشاريع في تونس، مشاريع تجاريه ولا صناعيه ولا فلاحيه. فما برشا تصعب عليهم الحكايه، خاطر من الاول ماشي وجاي وباش يفهم الكرياسيون دونتربريز معناها في فرنسا مش كيما في تونس، ماشي جاي واوراق ويفهم كيفاش البروسيدور غادي. يعني لما لا انه وكاله النهوض بالصناعه او النهوض بالمشاريع اللي هي وكاله في تونس، اي واحد باش يقوم بمشروع يتوجه لها على اسم الوكاله هذه ما يكونش عندها فرع او مكتب موحد هنا في فرنسا، يعني يقوم بزوز مهام. المهمه الاولى هي انفورماسيون، يعني استعلامات، يعني واحد من اللي هو هنا في فرنسا يحضر روحه ويسال على السيربلاس من غير ما يمشي ويجي ويتعب. والمشكله هيك الصعوبه نتاع المشي والتنقل على وتعدي برشا ايامات تضيع مصالحك في فرنسا، تخلي برشا افكار ما تتنصش. يعني فما ناس يوخروا من الاول، يعني فما برشا افكار كانت ممكن توصل للاخر وما وصلتش. يعني فما المهمه الاولى ان يكون عندك فرع، مثلا فرع يكون في باريس وفرع يكون في ليون للاستعلامات. والمهمه الثانيه التمثيليه نتاع الوكاله النهوض بالصناعه والمشاريع الاستثماريه في تونس، ان البروسيدور الاولى ينجم يعملها ديستونس. انا باش يعمل هيك الكابيس، باش يعمل التصريح، باش يعمل المطلب نتاع القرض الدوله، خاطر الدوله في المشاريع الوسطى والمتوسطه الصغرى والمتوسطه تعطي تحفيزات كي لازمها اجراءات، علاش ما تكونش اديستونس. يعني نحاولوا ان صاحب فكره المشروع اللي هو في فرنسا يقوم اكثر منكم بالاجراءات بتسهل عليه العمليه ويمشي غادي ما يقعد دور في تونس ومشي واللي وغادي في تونس مش كل من تونس العاصمه، اللي من تطاوين، اللي من جرجيس، اللي من كابس، يعني حتى حاجات بسيطه متعبه يعني. وكيف هذا المقترح راهو مش يعني مقترح بسيط ما يكلفش ياسر، يعني مجرد ان لاجونس لابي يعني بروموسيون دو ليندستري جيست لوكال، معناها نجم يكون حتى لوكال في القنصليه والمردوديه نتاعها تكون كبيره ياسر. مقترح اخر زاد هو التوانسه اللي في فرنسا، صحيح ماذا بينا اللي يستثمروا في تونس، لكن فما برشا توانسه يحبوا يستثمروا في فرنسا، عندهم افكار مشاريع اللي مطعم، تاكسي، يعني حتى بتيت انتربريز نتاع ليبريزون، يعني ماذا بينا ينجحوا في كل المجالات حتى في فرنسا، ونعرفوا ان مرابحهم باش ترجع بالفائده لتونس. لكن التوانسه اللي في فرنسا يعني اغلبيتهم عندهم امكانيه ان ينصب مشروع، لكن فما الصعوبه نتاع القروض، يعني نتاع القروض يطلب عليك ضمانات وتود يعني الانتريه قوي برشا، رغم ان الناس عندها امكانيه تما كريتهم سبيكار وشيء مش ديكلاري وعندها الامكانيه، لكن كي يمشي يقابل البنك يعني يا ريتو تعسي. المقترح ان بما ان فما بنوك تونسيه عندها فروع في فرنسا، لما لا ان البنوك هذه تعطي قروض للتوانسه اللي هم في فرنسا لبعض مشاريع في فرنسا، لكن ضمان شنو؟ اغلبيتنا احنا توانسه عندنا ضمانات غالي في البلاد، اللي
كندا، اراضي كندا، تونس، كندا، يعني الباتريمون موجود غادي، لكن ما ينجمش يقابل به البنوك الفرنسويه. يعني علاش ما نعملوش اليه؟ يعني هذه لازمها دراسه قانونيه زاده، ان تمشي مثلا لتجاري بنك، هو عندك في تونس كانك باش ترهن، يعني ضمان القرض، يعطيك قرض ويعطيك في فرنسا يعني وترجع باللغه. يعني هي برشا اخترت 3 مقترحات كبرى، وماذا بينا يعني اي مقترحات في الجانب التعليم او في الجانب الاقتصادي او في اي جانب الجانب الاجتماعي، ماذا بينا تدخلونا يعني في المقترحات باش نواصلوا في صياغه المشروع الوطني الشعبي لحركه الشعب ان شاء الله. وشكرا. كما دائما راهو في انتظار اي مداخله حتى كي نبدا نتحدث. اي واحد عنده فكره يحب يطرحها يتفضل يجي يطرحها. بقى في اطار بما ان الاخ عبد الناصر حكى على اللجان وانا في لجنه الشؤون الاجتماعيه، واللي انا نحب نستحضر وهذا على مستوى شخصي يعني. انا نحب نستحضر ملح ما صارت في ماسي. في ماسي وقعت في 2011 وفي اطار الشباب الذي دخل فرنسا بطريقه بحريه غير شرعيه كما تحبوا زعما، ثم ناس يستاهلوا الشكر وثم شكون منهم موجود معنا هنا. ثم ناس بالفعل بذلت مجهود كبير ياسر وبانت وطنيتهم في المرحله هذيك. وانا حقيقه وعلى مستوى شخصي يقول الفرنساوي جيتي تري توشي، على خاطر شفت وطنيه عند برشا ناس وشفت تضامن نتاع الجاليه خاصه سكان ماسي، واستطعنا ان نكرموا 75 شخص لمده اكثر من 3 شهور. ويعود الفضل الى احد الاخوه الاصغر ابو ظفر هاو معنا نحييه بهذه المناسبه. كان احد رواد هذه الملحمه، وكان هو المنسق العام للحمله الاهليه. وبالفعل وقت اللي كانت عندنا مشاكل في كاتشيما ومشاكل في جهات اخرى في توفير اغذيه وما يستحقه الشباب، كانت ماسي قدرت بعائلاتها، الشكر عود للعائلات للاخوات اللي موجودات وما نعرفهمش بارك الله فيهم، اللي يوفروا كل يوم يوفروا في وجبتين للشباب هذوما طيله 3 شهور. راهو هذه لوحه تضامنيه تبقى في التاريخ، وهذه راي الاخ كمال عبيشو زاد حتى هو مشكور لانه زاد معرفين ضرب هذه الملحمه، وكانت بالفعل. والاخ انور بالضوء وهو غير موجود ومشكور، والاخ بشير تسلم وفي بالي به هو في تونس تو مشكور وجزيلا تحيه من هناك، والعديد. ولا اريد ان انسى احدا الا ان راهو العبره ضروره البناء عليه الاحساس هذاك اللي شعرنا به في المرحله هذيك. والذكرى الثالثه قادمه ان شاء الله 17 ابريل هو يوم اللي انطلقنا به في العمل هذايا. كانت الوضعيه حرجه جدا. منين يتجمع لك انت هني في اجتماع عادي زي اللي عملناه، كي يجتمعوا لك 400 شاب بدون مأوى بدون غذاء بدون حتى شيء، معناها جايبهم التران يجروا قاعدين ما عندهم حتى شيء ما ياكلوا. رانا شفنا تحمل مسؤوليه وشفنا وطنيه بعض الاخوه وكل الناس كل سكان الجاليه التونسيه اللي موجوده في مصير، ولو انها الجاليه معروفه انها اغلبها من زرقاء، ولكن الجاليه كلها قامت بالدور في مصير. والدور هذا زاد قاموا به ناس اخرى في كاتشيما، قاموا به ناس اخرى في بلفيل، قاموا به. المهم الحاله التضامنيه هذيك نحبها تبقى دائما،
لأنها بالفعل كانت رسالة واضحة إلى الشباب، ورسالة واضحة إلى أطفالنا، ورسالة واضحة لأن حتى للغرب، حتى المشهد كان حضاري جدا أمام البلديات الفرنسية التي كنا نجتمع بها، وحتى بلدية فرنسا كانت بالفعل كانوا متعجبين حتى الدهشة من قدرة وتضامن التونسيين مع بعضهم البعض في تلك المحنة. ولو أني حتى وكان مش نرجع جدا لأصل المحنة، لأن أصل المحنة كان أيضا نتيجة إهمال ونتيجة انفراط في ظل مرحلة انتقالية كان يقودها الباجي قايد السبسي. الباجي قايد السبسي كان يقودها وكان فتح الحدود إلى، وعندنا نحن دراسات أثبتت أن 22,000 شاب خرجوا من سواحل تونس في رقم قياسي وهو 40 جون، في 40 يوم خرجوا 22,000. هذا تعتبر وكأن معنا سياسة الدولة وكأن ممنهجة العملية. هذا يتطلب تحقيق طالب بها وحركة الشعب من وقتها. المهم نحن براسكي وصلنا إلى ختام لقائنا، ونحب أضيف زاد إذا كان حد يحب يعمل مداخلة، يحب يعمل مساءلة، يحب يعمل تساؤل، يحب يعمل يتفضل مرحبا، وإلا أستودعكم الله، وإن شاء الله اللقاءات ستتعدد، وإن شاء الله نحن موجودين له المرة هذه هنا في ضاحية نصير، مرة أخرى يكونوا في كورباي، مرة أخرى حركة الشعب هذه أخذت طريقها وأخذت مسيرها ومشات على الراية، وإن شاء الله بالتوفيق للأخوة الكل، وأرقامنا معروفة وموجودة ومرحبا بكم في كل وقت، وبارك الله فيكم على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.